الركنيه بعد مرور نص ساعه على انطلاقيه ديناموش ترفع الكره. جول جول هو الرباطي نايف فكرة نعم براسية يزيمر مرمى الرجاوية يزيمر اس سيتي 1-0 للعاصمة. الكرات الثابتة خطورة الرباطي في الكرات الثابتة. سنتابع الإعادة للراسية البديعة من جانب نايف فكرة الشاب قلب دفاع الرباطي ينجح. هنا التحضير، هنا اللمسة، هنا التحرك الجميل. رائعة، رائعة يسير حتى بن جلون يحضر جحوح يقول لأنس معلش خذها عندك في الشباك. 2-0 للعاصمة. ضربتين في الراس توجع يا فخير، ضربتين في الراس توجع يا فخير، لكن الرجاء عودنا على عدم الاستسلام. هدف من أجمل ما يكون، هدف من أروع. يسترجع الكرة للاستحواذ كالعادة من جانب الرجاء البيضاوي، لكن الحلول غير موجوده لان كل الكرات تتكسر على مشارف منطقه الجزاء. يمشي الواصلي يلعب بشكل جميل ناحيه سامسون بيمبكي. هذا هو لاعب بيمبكي كان خيار محمد فاخر اليوم على مستوى وسط الميدان الهجومي على حساب سعد اللامطي اللي شفناه في المباريات السابقه. كره في وسط الميدان تمشي لمبيمبكي تتحول سريعا لزكريا النجمي. زكريا يحاول هنا تدارك ما فات والاخطاء اللي عملها في الشوط الاول. مراوغه ممتازه، هذه فرصه. جول الرجاء يعود، العالم يعود. بن حليب في فاصل الماري. الرجاء قلت عنده المهارات، الرجاء قلت عنده الفرديات، الرجاء قلت عنده لاعبين بامكانهم صناعه الفارق. ومحمود بن حليب يصنع البسمه، يهز المدرجات. هستيريا كبيره بمدرجات ملعب مولاي الحسن. هذه الاعاده يا للمهاره يا للفنيات يا بن حليب. تلاعب بالمدافعين. هكذا عهدنا الرجاء، هكذا عهدنا الرجاء من زمان. عنده الفنيات، عنده الابداعات. محمود بن حليب واحد من اللاعبين الذين يملكون المهارات. هنا قلت بان الرجاء يتفوق على الفتح الرباطي في المهارات والفرديات. يؤكد بن حليب بصوره جميله جدا. جول العالمي يعود، العالمي يعود. الله عليك يا أبو الحاج، الله عليك يا أبو الحاج. هنا تصنع الفرحة في المدرجات الرجاوية. ها هو يعود إليكم أبو الحاج، ها هو يعود إليكم أبو الحاج. ألم أقل لكم بأن الرجاء ستسجل؟ ألم أقل لكم بأن كبرياء العالم حاضر؟ ألم أقل لكم بأن العالم حاضر؟ الأخضر يفعل، الأخضر يسجل التعادل. هذه الراسية يا أبو الحاج في شباكك يا الحواصلي. الراقي كان راقيا بعرضيته على المقاس وبالراس يا أبو الحاج. تقول الحواصلي معلش، نحن الأفضل، نحن الأخطر، نحن نستحق الانتصار في هذه المباراة. شموخ الرجاء حاضر، كبرياء الرجاء حاضر، ردة فعل الكبار حاضرة.